هو هل فعلا إن السينما المصرية داخلة على العصر الذهبي بتاعها؟ أقول لك صح فعلا ده. وعندك قائمة أفلام متوزعة على 2025 و26، هتبقى يعني إيه، محدش هيبقى عارف الإيرادات بتاعتها هتجيب كام. والأفلام اللي معانا دي هتبدأ من عيد الأضحى 2025 بعد عيد فطر مخيب للآمال خالص. هيبقى أول فيلم معانا المشروع إكس. مشروع إكس ده يا جدعان متصور بتقنية الأي ماكس، وهيعرض بتقنية الأي ماكس، يعني اتنين مش واحد. وهو الفيلم ده بتاع كريم عبد العزيز، يعني دي كفاية أصلا، ولا تقنية أي ماكس ولا مش أي ماكس. وهو يعني معاه مخرج مش مرشح حاجة، بس تمام، بيتر ميمي، وهو اللي هيألف كمان الفيلم. فربنا يستر من الحتة دي. بس الفيلم ده ايه طبعا، كده كده هيكسر إيرادات السينما، وعادي جدا يعدي ولاد رزق تلاتة. تمام. ويعني معاه كاست تقيل برضك، بتتكلم معاه أحمد غزي وإياد نصار وياسمين صبري. ياسمين صبري يعني ايه بس، تمام. فهو ده أول فيلم كده معانا. ومعاك تاني فيلم في القايمة، فيلم الست. يعني مش هقولك أكتر من كده. الست يعني سيرة حياة أم كلثوم، وكمان مين هيكتبها ويقدمها؟ أحمد مراد هي مؤلف، ومروان حامد مخرج. يعني ده من أنجح الثنائيات في تاريخ السينما. عملوا لك الأصليين وتراب الماس والفيل الأزرق وكيرة والجن، يعني صباح الفل. ومعاهم ميزانية مفتوحة يعني حرفيا. فهيبقى الدنيا خربانة خالص. ومنى زكي معاها برضك مين، عمرو سعد وأحمد داوود. ومعاها بتتكلم في أحمد حلمي ضيف شرف. فيعني قصة داخلين يحاربوا مش داخلين ينتجوا فيلم. فكده إيه يعني ده 100% هيحقق إيرادات بنت لذينة دي. تمام. وده عن السيرة الذاتية بتاعت أم كلثوم. والفيلم ده يا إما هينزل في 2025 في الصيف، يا إما في بداية 2026. عشان أنا كنت سمعت قبل رمضان إن مروان حامد كان بيخلص أصعب مشهد في الفيلم ده. وعندك بقى ايه تاني، الفيلم اللي لو بنتكلم على انطلاق محمد رمضان في السينما بجد هيبقى هو ده. ولو انهياره نهائيا في السينما هيبقى هو ده برضك. ليه بقى؟ عشان فيلم تركيبة تقيلة، وان محمد رمضان في دور بطولة فصعبة. بس ايه اللي مطمنك بقى؟ ان هو معاه مخرج عالمي، يعني محمد دياب ده اول عمل يشتغل في مصر بعد ما اخرج مع مارفل مون نايت ومش عارف ايه وشغل جامد كده. فهو هيبقى معاه في التحفة دي مين برضك ممثلين غير محمد رمضان؟ هيكون بقى ايه، ماجد الكدواني أستاذ ماجد الكدواني، يعني انتوا تهزروا. يعني تمثيل تحفة للصبح. فهيبقى لازم محمد رمضان هو منضبط لحد دلوقتي في الفيلم، يعني مش بنشوف الكلام بتاع نمبر وان ومش عارف ايه ونمبر مش عارف ايه وكده. فالواد يعني محترم نفسه لحد دلوقتي، لا بتحب. والفيلم ده شكله محمد رمضان عايز بيه يخش في سباق الإيرادات الفلكية بتاعت أحمد عز وكريم عبد العزيز. يعني عشان هو أصلا متأخر في الموضوع، أفلامه ما بتعديش 30 مليون، كبيرة أوي. يعني بس كده. والفيلم ده طبعا تأليف الإخوة دياب اللي عملوا لك أشغال شقة، شيرين دياب ومحمد دياب. هو خالد دياب اللي عمل أشغال شقة، بس شيرين موجودة يعني في الحالتين. وطبعا يقال والله أعلم برضك، يعني ما توقعش إن محمد دياب واقف على حاجة زي كده، إن محمد رمضان خلص 50% من مشاهده قبل رمضان، ووقف تصوير في رمضان عشان إيه؟ يشتغل على برنامجه اللي هو مدفع رمضان. فالله أعلم في الحتة دي، عشان هو المفروض الفيلم هينزل يا إما بعد في عيد الأضحى يا إما بعده. فما توقعش إن لو فاضله 50% من مشاهده إنه هينزل كده. ففيها حتة مش مظبوطة. طبعا بعد كده بقى هنخش على الفيلم اللي حرفيا هيقعد ولاد رزق ثلاثة في بيتهم. والفيلم اللي حرفيا ممكن تروح حفلة الأوسكار تلاقي كريم عبد العزيز بيتكرم فيه ولا مش عارف إيه. طبعا أنت عرفت نتكلم على إيه؟ الفيل الأزرق. الفيل الأزرق ثلاثة، أيوة. يعني الفيل الأزرق ثلاثة ده بتاع أحمد مراد ومروان حامد وكريم عبد العزيز. ودي حرفيا طلعوا لنا عظمة في الجزئين اللي قبل كده، فما تستبعدش إن هم يطلعوا لك عظمة أكتر من كده. ليه بقى؟ عشان الشركة المنتجة وتركي آل الشيخ داخلين بموازنة مفتوحة. يعني وأحمد مراد بيقول إن هو خلص كتابة الفيلم وخلاص جاهز، وهيبدأوا تصوير فيه بعد ما يخلصوا اللمسات الأخيرة في فيلم الست. يعني في نهاية السنة دي هو خلاص هيخلصوا المونتاج بتاع فيلم الست، يخش تصوير في الأزرق. يعني هيوصل لك إيه، عيد فطر يا إما عيد أضحى 26. تمام. هو الفيلم مش متوفر عنه أي حاجة، بس يعني ده اللي عارفينه. بس هو كده كان فيلم ناجح حلو ينزل أصلا، وفيلم هيبيع بيع ابن لذينة. واحتمال يبقى فيه جزء رابع، بس هيبقى فيه حلب للقصة في الجزء الرابع. فهو يا ريت جزء تالت ينزل وكفاياها كده. وأكيد يعني مروان حامد مش هيخش في حاجة مش مضمونة. لو في جزء رابع هيبقى من غير مروان حامد أو أحمد مراد. حد من الاتنين دول هنفقدهم في الجزء الرابع.
طبعا معانا الفيلم اللي هينشط السياحة المصرية، يعني وإيه، وبيضم الثلاثية بتاعت الفيل الأزرق، أحمد مراد ومروان حامد وكريم عبد العزيز. بس ما شاء الله مفيش حد غيرهم بيشتغل في الأفلام التقيلة دي. يعني أي فيلم تقيل وشخصية معقدة ومش عارف إيه لازم تلاقي التلاتة فيه. الفيلم ده هو الفرعون الأخير. الفرعون الأخير ده الشركة المتحدة هتترجمه لثلاث لغات أو أربعة، وهيبقى يعني خارب الدنيا خالص، وعايزين ينقلوا بيه السياحة لمنطقة تانية. فكرة حلوة، بس ربنا يستر. يعني ربنا يستر تنفذ بطريقة حلوة أوي، يعني وتبقى عندنا فيلم كده عالمي بعد الفيل الأزرق تلاتة. والفيلم طبعا لحد دلوقتي المعلن عنه إن هو هيستكشف حياة الملك توت عنخ آمون واستكشاف مقبرته. وكريم عبد العزيز هيمثل دورين، يعني دور ما هو يا جدعان دور معقد. كريم عبد العزيز انت مستني ايه؟ يعني ده عمل لك حسن بن الصباح. انا حسن بن الصباح مش عارف اتخطى الشخصيه بتاعته لحد دلوقتي اصلا من كتر الجمدان اللي هو فيها، وشخصيه معقده ومركبه خالص. وشخصيه ايه، ما تبقاش انت عارف هي مؤمنه ولا كافره. طب هي ايه وضعها؟ يعني بتحارب الدولة ولا مع الدولة؟ بيحب صحابه ولا ما بيحبش صحابه؟ بيحب عياله ولا ما بيحبش عياله؟ يعني مفيش ممثل اصلا بيرضى بشخصيات بنت اللذينة دي غير كريم عبد العزيز. الفيلم ده اصلا يعني غالبا هينزل بعد الفيل الازرق، يعني هيوزعوهم. هو كريم عبد العزيز أنا مش فاهم بإذن يعني، بس ما شاء الله عليه بيقطع نفسه الراجل. يعني ده انت بتتكلم في المشروع اكس، وبتتكلم في الفيل الأزرق تلاتة، وبتتكلم في ولاد رزق أربعة برضك، يعني واخد بطولة في ولاد رزق أربعة هو. تمام. وبتتكلم في ايه تاني؟ في الأزرق تلاتة ومشروع اكس وفرعون أخير. ولسه ممكن في حاجات تانية ممكن تلاقيها. فيلم كوميدي كده خفيف زي بيت الروبي يكسر إيراداته. بس هو ما شاء الله هو يعني خد باله ان هو ما بيعملش افلام كتير، فعايز يلحق نفسه اكتر ويبقى عنده مكتبة ضخمة من الافلام زي عادل امام ونور الشريف والناس دي. هو الفيلم يعني الله اعلم برضك ممكن ينزل في 2027 بداية السنة كده، او اخر 2026. عشان فيلم بالانتاج الضخم ابن اللذينة ده لازم يتحضروا تحضيرات بنت لذينة، ما ينفعش يتكروت يعني. والمنتحرة شكل لها حاطة يعني ميزانية بنت كلب الموضوع. وعندك بقى الفيلم اللي حرفيا كلنا مستنيينه من 2010، فيلم احمد واحمد، احمد فهمي واحمد السقا. الفيلم ده مستنيينه يعني من ايام سمير وشهير وبهير. فان عشالك الفيلم الجاي، يعني الإفيه ده مش من ساعتها. يعني ده احمد فهمي اصلا، كان كريم فهمي بيحكي ان هو كان المفروض بيحضر فيلم مع اخوه، فاحمد فهمي راح باعه قال له لا انت اركن شويه كده عشان ايه، محتاج انزل نازل فيلم مع احمد السقا ومش فاضيلك خالص يعني اليومين دول. فالمهم الفيلم ده حلم حياة أحمد فهمي، يعني وبسم الله ما شاء الله. وهيبقى فيلم كوميدي وابن لذينه وهيكسر إيرادات برضك. يعني أحمد فهمي مش سهل في الإيرادات هو أحمد السقا. طبعا عندك شوية أفلام تانية زي الجواهرجي اللي هيبقى فيه منى زكي واسمه إيه ده، ومحمد هنيدي وأستاذ محمد هنيدي. هو الفيلم ده غالبا أنا حاسس إن هو اتلغى عشان الفيلم ده من 2020 بسمع اسمه. كل سنة يقولوا لا جه نازل السنة دي، عامل زي السرب كده. قعدوا يأجلوا فيه ونزل في الآخر ومعملش أي حاجة واتشال على طول. مع إنه جامد، بس عشان التأجيلات اللي بتحصل ومش عارف إيه، وكل شوية تأجيل تأجيل تأجيل. وأنا شاكك أصلا إن هو بنسبة 90% اتلغى الفيلم ده، بس هو لازم يتجاب اسمه في القايمة. عندك طبعا أفلام الأكشن كوميدي زي درويش بتاع عمرو يوسف. وعندك طبعا يعني هيبقى نشوف بقى ايه وضعه الفيلم ده. فيلم شمس الزناتي اتنين. طبعا الفيلم الأولاني نزل في التسعينات، فهم بيعملوا اتنين التاني منه. هو بصراحة اللي مطمني إخراج عمرو سلامة، لكن غير كده يعني مش حاسس إن ينفع يتعمل منه أصلا جزء تاني. طبعا في نهاية الفيديو ده كان فيديو خفيف كده بسيط، يعني معلش اعذرونا. أول فيديو لينا في قناة فن ودماغ يعني. ولو عندك أي رأي في التعليقات قوله، يعني احنا كده كده بنسيب التعليقات اللي تمدح ونشيل التعليقات اللي ما تمدحش. احنا ناس نحب الديمقراطية يا عزيزي. تمام. فعندك كلمة حلوة قولها، مش عندك ما تتكلمش يعني، ما تقرفناش.